عارف اللحظة اللي تبقى فيها عايز تقوم تغسل ايدك بس الكنبة تبصلك وتقولك اقعد، احنا لسه ما خلصناش كلام. اهلا بيك في مرحلة الارتخاء العضلي الشامل، متلازمة وحش الكنبة، مساء الشبع اللي بيحول البشر لوضع توفير الطاقة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من متلازمة رمضانية، معاكم شيرين الصاوي على احنا بتوع الراديو. الفطار خلص، الصواني فضيت، والجملة الشهيرة طلعت الحمد لله شبعنا. هنا تبدأ المعركة الحقيقية، مش مع الأكل، مع الجاذبية الأرضية. تحس إن الكنبة فجأة طلع لها دراعين وحضنتك، تبقى قاعد وبعدين تلزق، تقول هريح 5 دقايق وأقوم أصلي التراويح. ال5 دقايق يقلبوا ساعة، والمشوار من الكنبة للحمام أصعب من تسلق جبل إيفرست وانت شايل أوردر المحشي على ظهرك. الموضوع علمي جدا. أول ما تخلص هجومك على البشاميل والبط، الجسم بيعلن حالة الطوارئ، كل الدم يروح للمعدة فورا، في لجان تفتيش شغالة على الكنافة، المخ يفصل شحن، الرجلين تقدم طلب أجازة، والعين تدخل في وضع تأمل سقفي عميق. تلاقي نفسك باصص في الفراغ كأنك بتحلل الاقتصاد العالمي وانت مش فاكر أكلت كم قطعة قطايف أصلا. ده مش كسل، دي صيانة داخلية شاملة، والكنبة هي مركز الخدمة المعتمد. عشان ما تصحوش الساعة 2 بالليل تكتشف انك نمت بالشراب والريموت في ايدك، جرب البروتوكول الرمضاني ده. الهروب السريع، أول ما تخلص أكل قوم فورا، ما تديش فرصة لظهرك يلمس الكنبة. اللمسة الأولى أخطر من أول قطعة قطايف. الحركة الإلزامية، ساعد في لم السفرة. المخ لما يحس بالحركة يعرف إن الحياة لسه مستمرة. أما هدنة الحلويات فما تدخلش في مباراة الكنافة بعد البط مباشرة، سيب مسافة أمان، أنت مش في سباق مع الزمن. في النهاية وحش الكنبة مش شرير، هو طيب بس بيحب يحتفظ بيك لنفسه، واحنا في شهر بيتحسب بالدقيقة، ما ينفعش نخليه ياكل من وقتنا أكتر من اللازم. دلوقتي قولولي مين وحش الكنبة الرسمي في البيت، ومنشن لصاحبك اللي أول ما الأذان يخلص يدخل في سبات رسمي والريموت متكلبش في ايده. كنت معاكم شيرين الصاوي على احنا بتوع الراديو، واستنوني في متلازمة جديدة من متلازمة رمضانية.